السلام عليكم. شفت فيديو العروسة بصراحة وجعت قلبي، يعني احنا للدرجة دي وصلنا مع بعض لكده؟ الناس الصعبة دي للدرجة دي موجودين في حياتنا لكده؟ المهم تعالى احكي لكم قصته بسرعة كده. كان في ميك اب ارتست جايبة عروسة يوم فرحها وهي بتمكيجها وعمالة تعيط وتمسح لها الدموع وتمكيجها من اول وجديد، وعندها طولة بال حبيبتي ربنا يكرمها على العروسة دي بشكل كبير جدا. المهم كان عندي فضول كده اعرف ايه القصة بتاعتها، هي بتعيط قوي كده ليه؟ يعني عندها ايه في حياتها مخليها يوم فرحها يحصل لها كده؟ وحكت لنا القصة. قالت لنا ان هي من شهر اتصلت بيها بالتليفون وقالت لها ان هي يوم فرحها في اليوم الفلاني، وان هي عايزة تتمكيج عندها، وان هي عاجبها شغلها والكلام ده. فالست ردت عليها وقالت لها قوي قوي تحت امرك، بس بعتيلي المبلغ اللي هو تحت الحساب اللي هو الديبوزيت ده. المهم فالعروسة بعتته لها وبعتته لها على الواتساب علشان خاطر يعني يبقى في مثلا تأكيد ان الفلوس دي وصلت لها. المهم قبل الفرح بحوالي اسبوع او 10 ايام اتصلت بيها من الموبايل واحدة وعملت نفسها العروسة، وقالت لها حصل لي ظروف وخطيبي حجز لي عند حد تاني خالص، وانا اسفة جدا ان انا مش هقدر اجي، وخلاص المبلغ اللي انا بعته لك تحت الحساب ده يلا حلال عليكي، بس في مقابل ان انت ما تزعليش مني. ف الميك اب ارتست قالت خلاص يعني انا هعمل ايه، انا موافقة ماشي خلاص ربنا يهنيكي. وقبل ميعاد الفرح بيوم العروسه الاصليه بقى من نفس التليفون اتصلت بالميك اب ارتست قالت لها اجيلك بكره الساعه كام؟ فردت عليها الست قالت لها بس انت لغيتي وقلتي لي كذا كذا كذا. قالت لها لا ما حصلش، فين اللي بيني وبينك؟ في حاجه في شات بيني وبينك بيدل على كده؟ قالت لها لا. قالت لها امال ايه اللي حصل؟ قالت لها صدقيني انا انت كلمتيني. وطبعا الميك اب ارتست مش هتعرف تفرق الاصوات من بعض. اتاري ان ليها صاحبه كانت معزومه معاها بره في مكان، واخدت تليفونها اثناء ما العروسه دي كانت مثلا في الحمام ولا ما اعرفش كانت فين. المهم اخدت تليفونها واتصلت بالميك اب ارتست دي ولغت معاها علشان تعمل مقلب في العروسه اللي هي صاحبتها، مقلب يوم فرحها. طبعا الست يعني فهمت الموقف جامد وقالت لها طب خلاص حقك عليا، هو اليوم ده انا كنت خلاص لغيته وحجزته مع واحده تانية خالص، انا هجيلكم انتوا الاتنين. طبعا العروسه اتضايقت قوي وعيطت وقالت لها طب انت ذنبك ايه ان انت تبقي يعني محتاره تعملي مين الاول وتبقي مستعجله وحاجات كده؟ فالست ردت عليها رد جامد جدا، قالت لها بصي هقول لك على حاجه، انا هعمل لك عشان انت مالكيش ذنب، وفي نفس الوقت هعلمها درس ان مهما عملت ومهما كان جواها كده حقد وغيره مش ممكن توصل للدرجه دي، وان ربنا سبحانه وتعالى ادام رايد الخير لصاحبه الخير ولا انت ولا الف هيقدر يقف قدامها. وفعلا حبيبتي صورتها وهي عماله تمكيجها والعروسه عماله تعيط من الموقف وتمسح لها دموعها وتمكيجها من جديد، وقالت لها انا معاكي ان شاء الله حتى يعني لحد الفجر، المهم ان انت تطلعي زي القمر زي ما انت عايزه. يا نهار ابيض. تبعدوا عن مين؟ تبعدوا عن الناس الصعبه. انا قبل كده اتكلمت عن الناس السهله، النهارده بقى هكلمكم عن الناس الصعبه. الناس الصعبه اللي من اقل حاجه بيتنرفزوا بيتخانقوا. الناس الصعبة اللي فاكرين ان في ايديهم مفاتيح الكون وفي ايديهم رزق الناس كلها، مش عارفين ان في ربنا سبحانه وتعالى وهو اللي بيقسم الارزاق. انت فاكر ان انت علشان في وظيفة مثلا بتسمح لك انك تقبل او ترفض اي حد تقوم تمسك كده اقدار الناس وتقول ده لا او ده لمجرد كده مشاكل او شكله حتى مش عاجبك؟ هو انت فاكر ان انت علشان مثلا صاحب شركة او مكان بتشغل فيه حد لمجرد ان هيئة او موقف او ان هو معظملكش يعني زي ما انت عايز، ان انت في ايدك رزقه وان انت ممكن تقطعه وتمشيه وخلاص كده الراجل انتهى او الست انتهت؟ انا من الناس اللي عندها هواية كده بتتفرج على الفيديوهات اللي الناس بتعملها دلوقتي على جبر الخواطر كده والحاجات الجميلة. يعني مثلا بلاقي عربية فول وطعمية، أظن يعني مفيش أقل من كده مشروع أو يعني لا مش بقلل والله من قيمته يعني، بس يعني إن هو بفلوس قليلة. المهم يجي واحد يقول له إيه ما تديني سندوتش كده واحد بس يعني كده أكله أنا جعان مش عارف إيه، ألاقي صاحب العربية بتاعت الفول والطعمية يقول له تعالى تعالى ويفرد له ترابيزة كده ويأكله من غير أي فلوس. في المقابل بلاقي واحد مثلا راكب عربية فخمة، عربية يعني أحدث موديل زي ما بيقولوا، فيجي واحد غلبان عارف إن صاحب العربية ده مقتدر ويقدر يديله حاجة كويسة يجري عليه يحاول يمسح له الإزاز أو أي حاجة. أنا بقولش إن ده صح أو ده غلط، أنا مش بحلل إذا كان ده صح ولا غلط، لأن هم ساعات برضو بيروحوا بطريقة مستفزة شوية، بس لاقي صاحب العربية يبعدوا عنه بمنتهى إيه ده ليه؟ بمنتهى القوة.
طب ما انت ممكن تقول لك من غير ما تضايقه قوي كده، يعني مش لازم تعنفه، مش لازم بمنتهى القوه. يعني انت ممكن تبعده عنك بس بطريقه كويسه شويه، او شكرا شكرا، كتر خيرك، شكرا. انا مش بقول ان ده اللي هو بيعمله صح ولا غلط، بس في حاجه اسمها جوانا رحمه. رحمه ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، في رحمه جوانا، لازم نرحم بعض. ما هو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دي حاجه. تاني حاجه، هو انتوا ليه زمايل في الشغل كل واحد باصص لشغل التاني، عايز يبوظهوله، عايزه ما يشتغلش احسن منه؟ طب ليه ما تبصش ان هو ناجح وكويس، انت تعلي عليه في ان انت تبقى انجح؟ يعني تبقى منافسه شريفه كده.